أخيرا المنتخب المغربي يحصد الثلاث نقاط الأولى له في مونديال قطر 2022 بفوز المغرب ده يا جماعة في بعض الأرقام القياسية اللي قدر المنتخب المغربي يحققها. أول منتخب أفريقي أخيرا يحصد ثلاث نقاط. طبعا احنا شغالين في أفريقيا لا إما تعادل لا إما هزيمة، لا إما تعادل لا إما هزيمة، ولكن المنتخب المغربي النهارده خرج فعلا من العرين اللي كان الركراكي كان حابس فيه اللعيبة أو الأسود اللي كانت موجودة. الركراكي في المباراة الماضية أمام كرواتيا كان لعبه كله على الدفاع، دفاع متاخر، وقال لك علشان ان انا بلاعب وصيف كاس العالم عام 2018 منتخب كرواتيا وما اقدرش ان انا اجاريهم في الهجوم. بس انت ازاي بتقول ان انا ما اقدرش اجاريهم في الهجوم وانت اصلا عندك لعيبه بتلعب في افضل انديه العالم؟ عندك في بعض الاسماء زي مثلا لو بدانا من حارس المرمى، عندك ياسين بونو بيلعب في اشبيليه، عنده معاك كمان المهاجم اللي قدام يوسف النصيري بيلعب برضه في اشبيليه، عندك افضل جناح او افضل باك يمين في على العالم كله هو اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، اما المزراوي اللي الناحيه الثانيه بيلعب في البايرن. فانت ما عندكش اي حجه تخليك ان انت تفضل تلعب في الدفاع في الخلف. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اختلف من مباراه كرواتيا على مباراه بلجيكا النهارده؟ ما اختلفش حاجه في الشوط الاول، بالعكس احنا كنا مفكرين ان الشوط الاول من مباراه منتخب بلجيكا هو استكمالا لمباراه كرواتيا، لان المنتخب المغربي تخيل اول 20 دقيقه المنتخب المغرب لم يصل الى مرمى بلجيكا نهائيا، وبدات بلجيكا علينا او على المنتخب المغربي بصفه عامه دخلت عليه بالهجوم يمين وشمال، ركنيات، عرضيات، وكمان ضربات حره مباشره، وتالق في البدايه اللي هو منير المحمدي. بصراحه شابوه يا منير المحمدي راجل مريح واكل فطير مشلتت بجبنه مع عسل اسود وقاعد على الدكه وعامل واتغطى بالبطانيه وقال لك انا كده كده مش هلعب، ويتفاجئ قبل بدايه اللقاء بالعكس بعد النشيد الوطني بتاع المنتخب المغرب تبص تلاقي ان ياسين بونو عنده شد في العضله ولا شد في ايه ما تعرف، يخرج ياسين بونو وينزل منير المحمدي. طبعا اي واحد فينا بيكون اصلا انت لما يجي لك مثلا، ده انت لو قاعد مثلا في البيت عندك وقاعد مثلا ضيف جالك مفاجاه وانت ما عندكش الا طبق مثلا على قدك يعني كده بمعنى صح، تتخض وانت جاي يعمل لنا ايه دلوقتي؟ لا عندنا فراخ ولا عندنا رز ولا عندنا اي حاجه خالص. لكن بصراحه انا لما بروح فعلا عند حماتي بلاقي عندها عامله كده كابينه ما شاء الله دماغ حماتي يا جماعه، بالله عليكم يا جماعه تعملوا لقطه خاطر حماتي دماغها ما شاء الله زي الفل. انت دخلت حماتك في الاكل معلش خلا حته فكاهه يعني بقى اصلا، عامله عندها في البيت حته كده كابينه اسمها كابينه الطوارئ، يعني اي حد يجي في اي وقت الخير موجود، ما تقلقوش يا جماعه. سداده. وده اللي حصل النهارده مع منير المحمدي. الراجل بمجرد ما نزل خلاص اعتبر نفسه ان هو بيلعب من اول بطوله، ونزل ما شاء الله عليه اول كره بشويه كان انفراد بيه صدها وتالق في اول 20. اخيرا المنتخب المغربي بدا ان هو يستحوذ على الكره ويخرج الكره لاول مره من تحت لقدام، ووصلت الكره اخيرا حكيم زياش اللي قدر ان هو يسدد كره ولكن عليت فوق العارضه، ولكن كان اول تسديده للمنتخب المغربي في الدقيقه كانت بعد الدقيقه 20 قلنا خلاص ممكن خلاص المنتخب المغربي هيبدا بقى يخرج شويه لقدام، خلاص خلصنا من اول ربع ساعه. طبعا اول ربع ساعه دي بتكون كل الفرق كلها على مستوى العالم بالذات بالاخص لما انت بتكون بتلعب فرقه انت حاسس انها افضل منك، اول ربع ساعه بتكون اللي هي ضبط النفس وتحاول ان انت تحافظ على الشباك علشان ما يدخلش فيك هدف وتقدر ان انت تخرج على تركيزك في المباراه. لكن ال20 دقيقه الثانيه كذلك المنتخب المغربي بدا، المنتخب البلجيكي برضه فضل ان هو يواصل ويهاجم وهكذا. خلص الشوط الاول واحنا بنقول يا عم الرجراجي نزل الناس اللي على الدكه، يا عم الرجراجي طلع الناس من ورا لقدام، يا عم الرجراجي انت بتلعب معاك افضل لعيبه موجوده معاك، انت لعيبه زي ما احنا ذكرنا من شويه بتلعب في فرق توب ليفل في اوروبا، بتلعب في باريس بايرن مش هنقول من تاني، بس احنا بنتكلم على الناس اللي بتقول لك هو ده الصح ان انت لما تدافع كويس تعرف تكسب. وهنقول كل الكلام اللي انا قلته ده انا اسف يا رجراجي. ليه انا اسف يا رجراجي؟ لان هو في الاخر اللي كسب. كره القدم يا جماعه بتعلي وتنزل، كرة القدم بتعلي وتنزل، يعني هو النهارده لو كان خسر كنا زمان بقى فتحنا عليه وقلنا ده بيدافع ومعاه لعيبه ومعاه نجوم لكن اليوم شابوه الرجراجي الف مبروك. لكن احنا اللي احنا بنعمله احنا فقط ما الا وصف للمباراه فقط لا غير. بدا الشوط الثاني وعينك ما تشوف الا النور، نزلت بقى الاسود خرجت بقى من القصاص اللي هي اللي كان حابسهم فيها الرجراجي، نزل بقى اللعيبه ما شاء الله الله اكبر وحوش في الملعب. من اول الدقيقه 48 الى الدقيقه عايز اقول لك بالظبط 75 المنتخب
المغربي مستحوذ كاملا على المباراه. ليه بقى استحوذ على المباراه؟ لان الركراكي بدا يخلي اللعيبه يعمل دفاع متقدم، وبالاضافه الى ايه افضل شيء في منتخب بلجيكا وانت قاعد تتفرج؟ افضل شيء في منتخب بلجيكا هو نص الملعب. انت بتتكلم على هازارد وبتتكلم على دي بروين، يعني دي بروين ده اللي هو الاكثر صناعه للاهداف في العام ده في انجلترا حتى الان. فالراجل بدا لا تعالى بقى يا عم دي بروين، انت كل شويه عمال تاخد الكوره وتعدي وانت وهازارد، لا اقفلوا عليه. كل ما يمسك دي بروين الكوره او هازارد اتنين بيضغطوا عليه بيخطفوا الكوره ويعملوا هجمه مرتده، والتحول بتاعهم كان زي الفل. ولكن مع التقدم ده ظهرت فراغات في خلف المنتخب المغربي، واحنا كنا خايفين ان كان يحصل لا قدر الله هدف ولا حاجه، خاصه ناحيه الشمال. ولكن قدر الله ان الحمد لله رب العالمين ان الامور تسير على ما يرام وعلى ما خطط ورسم وتكتك وهندس الرجراج. دخلنا في ربع ساعة الثانية من المباراة وما زال المنتخب المغربي يصول ويجول لحاله في الملعب إلى أن أتى وقت التغيير. الدقيقة 72 الرجراجي قرر إن هو يعمل التغيير الأول بتاعه وخروج بقى مين؟ كلنا استغربنا، المعلق والجماهير والمشاهدين حتى كمان المدرجات استغربت، لأن بوفال هو أفضل واحد كان موجود في المنتخب المغربي في الوقت ده، واتفاجئنا كلنا إن هو بيغير بوفال. بقول له بوفال اطلع. بوفال القصه دي فكرتني بحاجه كانت عام 2006 في منتخب مصر والسنغال في افريقيا. كان كابتن حسن شحاته نفس القصه بالظبط. كابتن حسن شحاته ميدو الاداء بتاعه كان سيء شويه، اطلع يا ميدو وانا اطلع ليه، وفضل يعمل له كده اطلع ليه، والكابتن حسن شحاته يقول له في تغيير في تغيير. المهم في الاخر ميدو طلع، ويشاء السميع العليم ان عمرو زكي ينزل من اول كره يحرز هدف. ده اللي حصل بالظبط. الباصري اول ما نزل على طول احرز الهدف، بس الفرق بين الاثنين ان الرجراجي ما وقفش للجماهير وقال لهم انا صح انا صح، ما عملش بالعكس خالص. وكمان بوفال طلع بطريقه مهدئه. في حاجات ارقام قياسيه في الهدف ده، ارقام قياسيه في هدف، في ارقام قياسيه في الهدف، لان انت بتتكلم على ان الهدف بتاع الباصري او الباصري ده احرز اول هدف في كاس العالم في قطر 2022 من ضربه حره ثابته مباشره. انت بتتكلم على كاس عالم فيه نجوم العالم كلها اللي بتتميز بلعب الكرات اللي هي ضربات الحره المباشره، زي عندك برضو دي بروين، عندك ميسي، عندك نيمار، عندك حتى كمان حكيم زياش. كل الناس دي كلها بتلعب الكور الحره مباشره على اكمل وجه. ولكن الباصري يختم علم الفلك وعلم التكنولوجيا وكل العلوم اللي اتخلقت على الارض ويحرز هدف في مين؟ في كورتوا. ضربه حره مباشره، لعبها مقوسه باللعبه اللي هي بيتميز بيها الفرق شمال افريقيا، واللي هي اللعبه السويرف دي احنا عندنا في مصر بيقولوا عليها اللعبه الخبيثه. بص حتى كده ما حدش يعني يتوقع. طب ايه الارقام القياسيه كمان في الهدف ده؟ ان المنتخب المغربي هو اول منتخب في قطر 2022 افريقي يحصد الثلاث نقاط. اخيرا احنا كافريقيا، يعني انت عندك اوروبا عماله تكسب، امريكا الجنوبيه عماله تكسب، اسيا عماله تكسب، افريقيا قاعده بحطه ايديك زي ما انت حطيتنا احنا محطوطين، لا في هدف ولا في فوز ولا اي حاجه. المهم بعد ما الباصري احرز الهدف خرجت علينا الاعلام الالماني في صحيفه اسمها صحيفه المانيا والعالم. انت مالكم انت يا بسكليتات؟ حد كان اصلا سالكم في حاجه اصلا؟ قالوا ايه؟ قال لك الف مبروك للمنتخب المغربي. طب ماشي، بعدين اوعى تنسوا ان الباصري ده متربى عندنا في المانيا ولعب عندنا في الناشئين وتحت الفئات السنيه في المنتخبات. طب وانتوا بقى اهلكم حد كان سالكم اصلا؟ يا بسكليته منك ليه؟ ما حدش اصلا ضايقكم في العالم. عايزين نقول الف مبروك منتخب المغرب، فرحتونا بعد الحزن الشديد اللي كان امبارح من بعد هزيمه المنتخب السعودي الذي لا يستحق نهائيا الهزيمه. ولكن الف مبروك لاسود الاطلس على الفوز الثمين وعلى فرحه الشعب العربي كله مره ثانيه، وتجمعنا مره ثانيه على شاشه صغيره دي هي شاشه اليوتيوب. فلو كان انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل اشتراكك اللذيذ وتساعدنا علشان اقدر اكمل معاكم. المشاهدين كده انتهينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.